منتخب منيب خسروا هدفين وكنت متفائل في هذا النطاق. انا مانيش حاب ندخل في نقاش ولا جدال لا مع الشيخ رابح سعدان ولا مع اي واحد. انا حر ونقول الكلام اللي نفكر فيه مثل ما الشيخ رابح سعدان والبقيه هم احرار ويقولوا اللي يحبوا ويبقى الحكم للجمهور. انا نقول رايي، انا كذلك نعرف كره القدم بكل تواضع. رايي هو انه انا عمري من زمان من منتخب الثمانينات ما شفناش منتخب يلعب بهذه الكيفيه. امام تونس سجلوا علينا في الدقيقه 92 وامام طوغو سجلوا علينا هدف ثاني في الدقيقه 97. هذا عنده دلاله ممكن نقائص في مجال معين، هناك نقائص ربما نقص الخبره ونقص التجربه ونقص المعنى. لكن المنتخب التونسي يعني حفيظ لا نقطه فقط لانه تكلمت عن المنتخب التونسي ايضا متواضع. منتخب المغرب تفضل. المنتخب التونسي ايضا متواضع ومنتخب الطوغولي متواضع ايضا. انا قلت متواضع. لا الطوغو ماهوش متواضع يا سيدي. لا الطوغو ماهوش متواضع. منتخب تونس كان سيء ولكن ماهوش متواضع. هو منتخب عنده لاعبين افضل منا ولكنه كان سيء في هذه الدوره ربما بسبب تحقيقاته. المنتخب المغربي حرام عليه المنتخب المغربي ما يفوز بكاس افريقيا الامم بهذه التشكيله. نقول بانه لعب 3 مباريات وحصل 3 تعادلات. المنتخب الجزائري هل يعقل انه نطلبوا منه يفوز بكاس افريقيا وهو كان غايب في الدوره السابقه؟ هل يعقل نطلبوا منه يفوز بكاس افريقيا وهو يلعب ب 11 لاعب عمرهم ما لعبوا نهائيات كاس افريقيا؟ هل يعقل نطلبوا منه يفوز بكاس افريقيا؟ نكذبوا على الناس يا ناس ونقولوا هو منتخب عنده 7 لاعبين لعبوا بين مباراه و5 مباريات في مرحله الذهاب، عنده 6 لاعبين جدد، عنده لاعبين غايبين، لاعبين مصابين، عنده لاعبين خرجوا من الاصابات. يا ناس ما نكذبوش على بعضنا. هل المشكل في الكره الجزائريه هو في علي لوزيتش؟ المشكل في الذهنيات وفي العقليات وفي الفلاسفه تاع الكره، ومشكل في دوري ضعيف وما عندناش لاعبين. المشكل ايضا في هذا الحقد اللي موجود اليوم، المشكل ايضا في تصفيه الحسابات اللي موجوده. نحبوا ولا نكرهوا نشوفوها في الوجوه ونسمعوها في الاصوات وفي القراءات وفي الكتابات. نقول لكم بانه كاين هناك نيه تصفيه او تصفيه حسابات. المدربين اللي سبقوا كلهم طلعوا هبطوا كانت عندهم نتائج سيئه ونتائج كويسه، ولكن نقول لكم بانه اليوم انا صراحه عمري ما شفت منتخب خاسر 1-0 في ال5 دقائق الاخيره ويلعب بالكره يطلع فيها من الخلف. نعم حفيظ ربما هذه نقطه شيخ رابح سعدان ايضا يريد ان يتدخل حتى يكون الحوار متبادل. تفضل الشيخ. عاوزين ناكد لك يا حفيظ ما كان لا حسابات لا شيء. كان مشكل تاع تسيير وخلاص المشكل لا ما كان حتى شيء. كاين مشكل تاع تسيير وما كان مشكل، ما كانش استقرار وكان قرارات تاخذ والله يسهل عليكم. اذا انا مش عليا انا ما راش لا حفيظ راك تدخل كي راك مسؤول تاع الاتحاديه. خليوا الاستقرار. خلي الاستقرار كما اللي ما خليتوش من قبل. ودوك راح تخليوا الاستقرار. خلي الاستقرار الله يسهل حفيظ. ما تشخصش. انا مانيش نشخص ومانيش نقصدك وانا نعرف واش نقول وانت عارف واش راني نقول يا شيخ. مع احترامي لك وتقديري انا ما قصدتكش، ولكن في تصفيه حسابات واللي حاس نفسه ما عندي حتى حسابات معك حفيظ. وما نخافش نقول لك اي حاجه في وجهك. ما نخافش نقول لك اي حاجه. حتى انا ما نخافش منك يا حفيظ. ما نخافش نقول لك وانت ما عندك حتى دخل مفروض في هذا. حاشا يا شيخ انت خلينا حفيظ ما عندك انت واش الدور تاعك في الاتحاد؟ ما هو الدور تاعك في الاتحاد؟ والناس شجعوك والناس انتقدوك ودافعنا عليك في ظروف ما تعرف التاريخ جيدا شيخ. ما دافعتش عليا ما دافعش عليا حفيظ ما دافعش عليا. تسمع لي هذا انت حر. المهم ولا واحد يقدر يخرج من ذهني. والجمهور ماهوش غبي وماهوش جاهل، يعرف اشياء كثيره جدا، وانت يا شيخ والبقيه والكثير من الناس يعرفوا الكثير من الاشياء واحنا نعرفوها كذلك. المسؤوليه والامانه والصجاج تقتضي من الانسان يقول رايه بكل حريه ولكن ما يشخص وما يركزوش. واحد حالي لوزيتش لازم يروح من المنتخب وبعدين يلا يروح وعيد لوزيتش. عندنا مباراه بعد شهر ونص. انا يا ريت يستقيل هذا واحد لوزيتش ويروح له، ويا ريت يستقيل ويروح، ولكن وين راهم المدربين اليوم؟ لا في الجزائر ولا في الخارج. وين راهم المدربين اللي نعرفهم؟ مدربين يروحوا للميدان، يروحوا يدربوا، يروحوا يبينوا لنا حنا في يديهم كما نقولوا ويبينوا لنا، ولا اللي ينتظروا غير المنتخب فقط اللي عمرهم ما كانت عندهم فرصه في نوادي اخرى ينتظروا المنتخب. هذا امر اخر. اسمع لي برك حفيظ نقول لك كلمه برك.
نعم. واش درنا ليكانس واش درنا وساج؟ تفضل. يعني لما المدربين وساج وليكانس ثاني حسابات هذه، واش درنا نتائج مع ليكانس ومع وساج؟ قول لي اعطيني يا شيخ انت اعطيني النتائج ما دارت معاهم الجزائر. اسال رئيس الاتحاديه هو يقول لك، اسال رئيس الاتحاديه هو خلاص يقول لك. اعطيني نتائج يا حفيظ، اعطيني النتائج تاع الناس هذو اللي جاوا اجانب جلسوا مده طويله. اعطيني واش داروا المدربين، اعطيني واش داروا المدربين الجزائريين يا شيخ مع نعطيك اعطيني المدربين في الجزائر، اعطيني وراهم المدربين وراهم. حفيظ معنا ايضا محمد شعيب، ربما محمد لانه عنده فكره، لانه تكلمت عن المدربين